كل اللي عم تعمله قسد هو تسريع وتعجيل بنهايتها، لا أكثر ولا أقل. اللي عم تعمله قسد بحلب اليوم يا جماعة هو محاولات لجر الدولة السورية لحرب، لمعركة، لاقتتال دامي، من شان يخلقوا مظلومية يتهربوا فيها من الضغوط الأمريكية اللي عم تصير على قيادة قسد بشرق الفرات. أمريكا عم تضغط على قيادة قسد بشرق الفرات لتحقيق أو للالتزام باتفاق آذار اللي وقعوه مع الدولة السورية والقاضي بدمج قسد بالجيش السوري. الجماعة يبدو وقعوا وندموا، كل مرة بيخلقوا بلبلة معينة، بيحاولوا يتهربوا، بيراوغوا من شان ما يلتزموا بالاتفاق اللي صار بآذار مع الرئيس أحمد الشرع. فالآن عم يحاولوا أنه يجروا الدولة السورية للحرب، لمعركة، من خلال استهداف عناصر الأمن والمدنيين الموجودين بمحيط أحياء الأشرفية والشيخ مقصود بحلب. عم يقصفوا حلب بالقذائف. قبل شوي سقطت عدة قذائف على عدة أحياء بحلب أدت لسقوط شهداء وجرحى من المدنيين بقذائف قسد المجرمة، بقذائف عناصر قسد المتواجدين بأحياء الأشرفية والشيخ مقصود، من اتفاق آذار يا شباب. للتذكير، من اتفاق آذار يا جماعة، قسد ما التزمت بأي شيء، بالعكس كل يوم كان في انتهاك جديد، كل يوم كان في جريمة جديدة بحق السوريين، بحق المدنيين الموجودين بمناطق شمال شرق سوريا، من قتل، اعتقال، حتى اعتقال للنساء، تجنيد إجباري، قتل للأطفال، وكله كنا عم ننشره أول بأول. اليوم زادوا وتيرة إجرامهم، بدأوا بقصف الأحياء السكنية بحلب. طيب لأمتى الدولة بتضل ساكتة؟ ليش ما عم يتم الرد بشكل عاجل وبشكل سريع؟ كل محاولات الدولة السورية من اتفاق آذار وقبله وحتى توقيع الاتفاق وبعده كان الهدف منها انه يتم حل مسألة قسد بدون اطلاق اي رصاصة، بدون دم، لانه السوريين شبعوا دم. كان الهدف انه تنحل كل هاي القضية بدون دم، بدون اي مشاكل، بدون معركة، انه تعوا لان يصير في اندماج مع الجيش السوري، تنخرطوا بمؤسسات الدولة وتسيطر الدولة السورية على كل محافظات سوريا. الجماعة وقعوا وندموا، فالآن عم بيحاولوا يتهربوا. الأمريكان عم يضغطوا أنه أنتم وقعتوا بوجودنا بحضورنا، وقعتوا على اتفاق مع الدولة السورية، ليش ما عم تلتزموا فيه؟ فما لقوا حل غير يحاولوا يجروا الدولة السورية للمعركة أو للحرب. كل محاولات الدولة لأنه تقول أنه خيو ما بدنا دم، نحن بدنا يصير في اتفاق معين بيرجع المهجرين، بخلي الدولة السورية تبسط سيطرتها على كل المناطق بما فيهم شمال شرق سوريا. هن الجماعة مصرين على الخيار العسكري. طيب بدكم الخيار العسكري؟ بدكم يرجع يصير في دم ومعركة انتم خاسرين فيها؟ هيك بدكم؟ اهلنا بحلب اطمنوا، ما رح يصح الا الصحيح. اهلنا بشمال شرق سوريا استعدوا واطمنوا، ما رح يصح غير الصحيح، وما رح يكون في اي قطعة سلاح خارج سيطرة الدولة السورية، وما رح يكون في اي ميليشيا مسيطرة على اي جزء من اجزاء سوريا او على اي محافظة من محافظات سوريا.